السلام عليكم. خلصت من شوية مباراة الأهلي وإنبي بخسارة النادي الأهلي. ولما أتكلم أقول خسارة النادي الأهلي هي فعلا الناس هتطلع تقول لك يا عم تعادل، لا هي خسارة. الاسكواد والمصاريف والصفقات والإدارة واللاعيبة والمدير الفني، إحنا خسرنا نقطتين قدام إنبي. خسرناهم، مفيش حد يقول لي تعادل. اللي إحنا بنعمله ده اسمه خسارة. ان انا اطلع من في الدوري مركز 16 ولا 15 دي خساره. ان انبي بالسكواد بتاعها بمصاريفها بصفقاتها وانا بسكوادي بمصاريفي بصفقاتي وتتعادل معايا، وهو كان احسن في الشوط الثاني وكان يستاهل انه يفوز. تقول لي تعادلت؟ لا انا خسران. لا انا خسران من اول الدوري. لا مش خسران، انا خسران من اول ما جبت صفقات ومش عارف اسيطر عليها. انا خسران من اول ما لعبت دخلت الموسم ده وكل لاعب باصص للتاني عايز يكون الراتب الاعلى للفريق. انا خسران من ساعه ما بقى في شلاليه في النادي. انا خسران من ساعه ما بقى في معلمين في الكوره في النادي الاهلي بينزلوا الملعب هم معلمين. وصلت بيها الحال ان انا جايب صفقات وصارف المصاريف دي كلها على لعيبه ما تسواش وما تستاهلش، بس اللي يجيب النتائج دي يبقى لا يستاهل ولا يسوى. انت مين؟ انت لازم تعرف قيمه التيشيرت اللي انت لابسه. التيشيرت ده اسمه تيشيرت النادي الاهلي. التيشيرت ده اسمه تيشيرت النادي الاهلي، النادي الاكبر والاعظم افريقيا وعربيا. كابتن وليد صلاح الدين اقعد مع لعيبه وعلق التيشيرت ده كده في اوضه اللبس وعلق جنبه جدول الدوري، شوف ترتيبنا فين وقول للعيبه ده تيشيرت النادي الاهلي الاكبر والاعظم في افريقيا وفي الوطن العربي. عرفهم التيشيرت ده بتاع مين، عرفهم قيمه التيشيرت، عرفهم اللي مش هيبقى راجل ومش هيلبس التيشيرت ويبقى قد التيشيرت ده وياكل النجيله في الملعب الباب يفوت جمل. فهمهم وعرفهم اللي عايز يجدد بره واللي عايز يعدل بره واللي عايز يتراضى بره، واللي مش فاهم ان النادي الاهلي ما بيوقفش على حد والنادي الاهلي بيعمل بدل اللاعب مليون بره، من اللعيبه لجهاز فني لجهاز اداري لايا كان. ده النادي الاهلي، انما اللي في الملعب دول مش لعيبه النادي الاهلي. اسوأ بدايه للنادي الاهلي شفتها من يوم ما وقعت على الكوره. اسوأ بدايه فعليا. عشمتونا بموسم تاريخي، عشمتونا بصفقات. الاداره عامله اللي عليها، انا ما حدش يجيب لي سيره الاداره وما حدش يجيب لي سيره المدرب بعد المدرب مشي ونفس الاداء السيء ونفس الخذلان في الملعب ونفس حر الدم الجماهير. ما حدش يتكلم ويجيب سيره الاداره، ما حدش يتكلم يجيب سيره المدرب. في لاعيبه هزق في الملعب، لا حميه ولا عندهم اي احساس بالمسؤوليه. لاعيبتنا واقفه. امبارح في مباراه اليونايتد والسيتي ايرلينج هالاند هجمه واحده واقف بيرد 4 كرات من على الخط السته لفرقته. واحنا النجوم بتوعنا معلمين الكوره اللي بيلعبوا في النادي الاهلي امبارح الناس كلها واقفه. كل الناس واقفه، كل الناس صفر، كل الناس معدومه الضمير، كل الناس معدومه الشغف، كل الناس معدومه التفكير، كل الناس معدومه الشخصيه نهائيا. لا دي لعيبه النادي الاهلي ولا دي شخصيه النادي الاهلي، ولا عمر النادي الاهلي كان بالشكل اللي بيغزي ويعر ده. من اول عماد النحاس لاصغر لاعب لاكبر لاعب واحدث لاعب، كلكم لا تسووا شيء نهائيا. يعني قيمتكم من النادي الاهلي صفر، قيمتكم من غير النادي الاهلي صفر. تنزلوا في الملعب تؤدون الاداء ده من اول السنه وحرقه الدم ده وقلنا شايلها للمدرب يا ابني ومعلش وسط المدرب و بلا 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 كلام كله. ادي المدرب مشي ورجع عماد النحاس اداء اسوء من اللي كان فيه ريبيرا. من اول مره حصل اللي حصل بدايه الدوري وانا طلعت وكنت قلت يا جماعه في مشكله في اللعيبه. المشكله مش مشكله مدرب 100%، مشكله لعيبه، في معلمين، في شلاليه، في ناس بتبص لبعض، في ناس عايز تتساوى للمره المليون. كابتن وليد صلاح اللي عايز يمشي الباب يفوت جمل، اللي عايز يجدد عقده الباب يفوت جمل، اللي عايز يمدد الباب يفوت جمل، اللي عايز يتراضى مع 60,000 داهيه ايا كان حجمه وايا كان اسمه، لا هو اكبر ولا اسمه اكبر من النادي الاهلي. واللاعب اللي مش عارف قيمه التيشيرت اتفضل بره النادي، والمدرب اللي مش عارف قيمه التيشيرت اتفضل بره النادي. مش جمهور النادي الاهلي هيطبطب على حد، ومش جمهور النادي الاهلي تبقى دي بدايه فرقته في الدوري بحرق الدم ده. كنا بنعيط وبنقول لهم على الاداره عشان الصفقات ومش الصفقات، جبنا صفقات وجبنا الدنيا كلها. تخاذل في الملعب، لعيبه واقفه، لعيبه ما عندهاش غيره على التيشيرت اللي هي لابساه. اول مره اشوف كميه لعيبه في الملعب مش غيرها على تيشيرت النادي الاهلي بالشكل اللي يعرض يخليك تطلع تتكسف وانت بتتكلم.
وما تقوليش اصل ضربه جزاء انبي فيها ضربه جزاء، ما عنديش انا مشكله في الكلام ده كله. لا الحكام بتخطأ وبتطلع وبتنزل، انت ادائك فين؟ احنا وحشين، احنا وحشين، احنا وحشين بمعنى الكلمه، احنا وحشين بكل المقاييس وبكل الاشكال وبكل الاشكال وبكل المناظر وبكل الطرق. احنا وحشين ولاعيبتنا بتغزي وكلام، وادائنا في الملعب وحش، وادائنا الفردي وحش، وادائنا التكتيكي وحش، وادائنا الجماعي وحش. كابتن عماد النحاس، حتى عماد النحاس الكوره من اول جاز القلب بيألف كوره، بيألف. كابتن عماد النحاس ديانج رقم 6 حط رقم 8 اللي هو اصلا بيبقى رقم 6. مشكلته الكبيره اللي كان ما بيلعبش معاها مع ريبيرو ان الراجل تحت الضغط بيفقد الكوره، تقوم انت تحطه في رقم 8 اللي هو اصلا عليه ضغط وفي مكان فيه زحمه. ميس باص ميس باص ميس باص وضربه جزاء، وفي الاخر الاخ تانك عايز يجدد، لا سيف 60,000 دقيقه بره النادي. ما تأديش الاداء اللي تقول اصل انا عايز اجدد. انا روح اوروبا، شوف اوروبا هيلعبوك ازاي بالمنظر ده وبالشكل ده وبالنظام ده. ما حدش عنده حجه. من هنا ورايح ايه، جمهور الاهلي مش هيسمي على حد، من اكبر حد لاصغر حد. سهلوا الكوره والعبوا الكوره للكوره واحترموا التيشيرت اللي انتوا لابسينه. ما عندناش غيابات، ما عندناش نواقص، احترموا التيشيرت اللي انتوا لابسينه. اللي عاجبه ينزل ياكل النجيله ويصف التراب عشان التيشيرت، يا اهلا وسهلا بيه، مرحب بيه في النادي الاهلي وبين جمهور النادي الاهلي. اي حاجه تانية غير كده مش مقبوله بالمره، مش مقبوله من ايا كان مين مكان ما هو، لا من مدرب ولا من لاعب جديد ولا من لاعب قديم، ولو كنت انت كيف في الدنيا. انت عندنا قدام النادي الاهلي صفر، ومفيش كلام اكتر من كده يتقال في المباراه بتاع امبارح. سلام.